تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا وشكرا. كما كان معلوما، رئيس جنوب إفريقيا يجدد بالأمم المتحدة موقف بلاده العدائي لوحدة المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، حيث لم يفوت الرئيس الجنوب الإفريقي سيريل رامافوسا الفرصة ليجدد موقف بلاده العدائي لوحدة المغرب الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية ودعمه للأطروحة البوليساريو الوهمية. رامافوسا وخلال كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال: نواجه نزاعات أخرى في قارتنا ويجب أن نستمر في السلام. ومن بين هذه النزاعات حسب رامافوسا النزاع حول الصحراء. وقال أيضا: نحن مدعوون إلى أن نظل أوفياء للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من خلال العمل على حل نزاع الصحراء بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة على حد وصفه.